ففكرة ان فريق طالع من ربع النهائي مغلوب رايح جاي، بعض جماهيره بتعاير فريق خسران النهائي، دي غريبة. هل ينفع واحد ساقط ابتدائية بيعاير واحد في الجامعة او ما جابش مجموع؟ احنا مركزين في فريقنا. طب مبدئيا كده يا مدام فرح، انا ما رضيتش احط الفيديو كامل علشان كل الهبد اللي انت قلتيه في الفيديو ما يفرقش معايا ولا يعني لي بشيء. انا كل اللي يعني لي هو اللي انتوا سمعتوه دلوقتي ده. مين ده اللي ساقط ابتدائيه؟ لا معلش، تحترمي نفسك قبل ما تتكلمي عن النادي الاهلي، لانك بتتكلمي عن تاريخ. انت مين عشان تتكلمي عن النادي الاهلي؟ انت ولا مين غيرك اصلا يجيب سيره النادي الاهلي ويتكلم عليه؟ مبدئيا كده انت لو باصه في ورقتك اصلا ومش شاغله نفسك بغيرك، ما كنتيش اصلا جبت سيره النادي الاهلي في القناه عندك، ما كنتيش اصلا شغلك حته ان السوشيال ميديا الناس بتحفل عليكي ولا شمتانه فيكي، ما كانتش دي شغلتك اساسا. ده لو انت فعلا باصه في ورقتك. تاني حاجه، ساقط الابتدائيه اللي انت بتتكلمي عنه ده معاه 45 دوري، انت معاكي كام دوري؟ ساقط الابتدائيه اللي بتقولي عليه ساقط ابتدائيه معاه 12 بطوله افريقيا. بطولة افريقيا، ها؟ فاكراها ولا ناسياها؟ صح، ده انت ما خدتيهاش من 25 سنة. من 25 سنة ما خدتيش بطولة افريقيا. بقالك 25 سنة بتقولوا السادسة يا زمالك. عارفة؟ معظم لعيبة الفريق عندك ما كانوش لسه اتولدوا اصلا، ما يعرفوش يعني ايه بطولة افريقيا. في ناس من جمهور الزمالك ما كانوش اتولدوا اصلا، ما يعرفوش يعني ايه بطولة افريقيا، عمرهم ما شافوا الزمالك بياخدوا بطولة افريقيا. اللي انت بتقولي عليه ساقط ابتدائيه، عشان تعرفي مين هو اللي ساقط ابتدائيه. ده مش ابتدائيه، لا ده ما عداش من KG 2. اقسم بالله العظيم انت طالعه بتهبدي. ساقط الابتدائيه اللي بتتكلمي عليه ده اللي بيكسبك رايح جاي يا حبيبتي. مش احنا خسرنا من الترجي رايح جاي وانت طالعه شمتانه وفرحانه وبتقولي ازاي احنا خسرانين من الترجي رايح جاي وبنشمت في واحد وصل النهائي؟ طب احنا خسرانين من الترجي في بطوله افريقيا، انت واصله نهائي بطوله كونفدراليه اللي بقالك 3 سنين مش عارفه تدخلي افريقيا اصلا، وبيراميدز واخد مكانك. بقالك 3 سنين ولا 4 سنين مش عارفه تعدي اصلا عشان تدخلي افريقيا. طلع لك حس دلوقتي وبتتكلمي على نهائي. نهائي ايه يا حبيبتي؟ اي نهائي؟ لما تتكلمي على النادي الاهلي تتكلمي باحترام، تتكلمي بادب، عشان النادي الاهلي ده تاريخ. انت لما بصي، لو احنا قفلنا النادي ده 30 سنه والله ما هتعرفي توصلي انت والنادي بتاعك لربع النادي الاهلي. مش هتعرفي توصلي لربع، عارفه انت مش هتعرفي تجيبي حتى ربع بطولاته اللي انت بتتكلمي عليه وبتقولي عليه ساقط ابتدائيه، اللي كسبانك 3 مرات السنه دي في اسوأ حالاته. مش احنا سيئين ووحشين؟ بس كسبناكي 3 مرات. خدنا منك السوبر المصري وكسبناكي رايح جاي في الدوري. كنت نازله اخر ماتش قدامنا زي الفيران في الملعب خايفه مننا واحنا المفروض في اسوأ حالتنا وكسبناكي. ده ساقط الابتدائيه. احترمي نفسك قبل ما تتكلمي عن النادي الاهلي بجد والله العظيم. القناه بقت شغاله عباره عن هبد عندكم. انا ما بشوفش في قناه النادي الاهلي حد بيطلع يجيب سيره الزمالك ولا يتكلم يعني بقله الادب دي على الزمالك ولا على جمهور الزمالك. ما حدش غيركم اللي مبوظ الدنيا. انتوا اللي بتطلعوا ما وراكوش محتوى غير النادي الاهلي. ما عندكوش حاجه تتكلموا فيها. تتكلموا على ايه؟ ما عندكوش حاجه شغلاكوا وخارمه دماغكوا غير النادي الاهلي. فاحترمي نفسك قبل ما تتكلمي عن النادي الاهلي، لانك شفتي نفسك قوي. ده الصرم والغل طالع من عينيكي عماله بتضيق كده من كتر ما انتي الصرم طالع منك. طالعه بكل غرور، بتتكلم بكل غرور بجد، يعني غرور مش طبيعي. وانت واقفه بتتكلمي تقولي باصين في ورقتنا. عمرك ما بصيتي في ورقتك اصلا. عارفه انت لو باصه في ورقتك فعلا ومش باصه لغيرك والله ما كان ده بقى حال النادي عندك. انما انتوا طول عمركم بتغلوا من النادي الاهلي، بتغلوا منه عشان مش عارفين تعملوا زيه. هو دايما كده الناجح الفشل بيغيروا منه. انا مش هقول لك ربنا يشفيكي لان انت عندك مرض مزمن اسمه كره النادي الاهلي، انت وعند كتير زيك، فربنا يتوليكي.